كلام خطير جدا صرح فيه زعيم الماسونيين العرب في المنطقة العربية سليمان سالم. اسمعوا شو قال للأخير لأنه الموضوع ما بيطمن أبدا. نقلا عن سليمان لقناة E24 اللي صرح فيها بآخر مقابلاته، قال أمريكا تستعد للدخول في حرب عنيفة وشرسة مع أقوى دولة عربية، وهي الحرب ما رح تكون سهلة أبدا، ولكنها مهمة جدا لأمريكا، وتكمن أهمية هذه الحرب أو هذه الدولة بأنها أحد مفاتيح الدخول إلى أفريقيا وبالتالي بعدها إلى باقي الدول. ولكن هناك موضوع يقلق أمريكا حقا، وكما ذكر سليمان أن الموضوع الذي يقلق أمريكا هو الترسانة الحربية الكبيرة والجيش القوي لهذه البلد العربي. وذكر أيضا أنه هي الدولة بتجيب سلاحها بالأسود من السوق السوداء، ومستعدة تستخدم جميع أنواع الأسلحة في حال أي شخص تجرأ وفات على حدودها. بعرف السؤال اللي عم يخطر ببالكم مثل اللي عم يخطر ببالي، أي دولة عربية عم يحكي عنها هذا الزلمة اللي عندها هي القوة اللي بتخلي أمريكا تخاف؟ هل فعلا هي الدولة العربية موجودة وكلام هذا الزلمة صحيح؟ وإذا كان الجواب نعم، فشو هي الدولة القوية اللي عم يحكي عنها؟ اللي بيعرف يفيدنا بالتعليقات ونتباحث بكلام هذا الزلمة.